الناس كلها مستغربة وبتسأل هو أسعار الخضار وخصوصا الطماطم هتفضل كده لحد إمتى؟ بس حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات قال في برنامج كل الناس على MBC مصر إن كل المنتجات الزراعية متوفرة ومفيش أي مشاكل في الإنتاج، والسبب في ارتفاع الأسعار دلوقتي هو انتهاء الموسم وزيادة الطلب وتأثيرات تغير المناخ والحالة الجوية الغريبة اللي قلت المعروض. لكن في خبر حلو إن الموسم الجديد هيبدأ خلال من 10 ل 15 يوم، ومعاه الأسعار هترجع تنزل تدريجيا والأسواق هتستقر أكتر. كمان الشعبة بتنسق مع وزارة التموين والمنافذ الحكومية زي كلنا واحد لضخ كميات كبيرة من الطماطم في المجمعات، واللي هتتباع هناك بسعر 21.5 جنيه للكيلو. وقال إن السبب التاني ورا الأزمة دي إن بعض الفلاحين السنة اللي فاتت قللوا من زراعة الطماطم عشان الأسعار كانت قليلة، فده أثر على المعروض دلوقتي. النجيب أكد إن الأزمة مؤقتة وهتعدي، واللي حصل مع البطاطس قبل كده هيتكرر مع الطماطم، يعني الصبر شوية والأسعار هترجع لمستويات طبيعية. ودلوقتي قول لنا رأيك في الأسعار.